اولادنا دلوقتي قاعدين في البيت وكله خد الاجازه، ومعاناه كتير في البيوت بسبب الاولاد نايمين، بيصحوا متاخر، بياكلوا كتير. الحل معاهم ايه علشان نقدر في فتره الاجازه دي لما نيجي نبتدي الدراسه الجايه يقوموا بنشاط ويبقى ما عندهمش برضه العناصر الغذائيه اللي واقعه قوي عندهم دي؟ نعمل ايه؟ فكرة النوم دي رقم واحد. ما ينفعش فكرة ان الاطفال تنام براحتها قوي كده، وان هي ما يفضلوا سهرانين ويقوموا براحتهم الصبح، فهنخش في دايرة مش عارفين نكسرها. الاطفال لازم تنام بدري، اولا عشان هرمون النمو بتاعهم بيطلع بالليل، وده المسؤول عن الطول. ما تجيش ام بعد كده تشتكي ان ابنها قصير او ما بيطولش اقصر من زمايله. العيال بيتنمروا عليه في المدرسة عشان هو قصير، عايز يلعب كورة ويقف حارس مرمى، لأن دي إحدى الشكاوي اللي إحنا سمعتها. عايز يقف حارس مرمى والكابتن مش راضي عشان هو قصير. ما هو طول ما نسهر مفيش هرمون نمو، مفيش طول، والولد ولا البنت يبلغوا وهم لسه قصيرين، فدي إحدى مشاكل السهر. تاني حاجة، ما نطلعهم في الشارع. زمان كانت نسب السمنة في الأطفال قليلة لأن كان على طول الأطفال في الشارع، سواء في النوادي أو في الشارع عامة. الناس بتنزل بالعجل، بتلعب مع أصحابها، بيلموا مع بعض ويروحوا يلعبوا كورة حتى في الشارع، مش لازم نوادي. فننزلهم برضه في الشارع يلموا أصحابهم، يلعبوا كورة، يلعبوا يرجعوا ينزلوا بالعجل. نمنع الشاشات، التلفزيون والتابلت والكلام والتليفونات اللي بقت في إيد الأطفال، خليتهم يكسلوا ومش عايزين ينزلوا يلعبوا. الحر، ودلوقتي الاطفال ما بتاكلش اصلا كويس والعناصر الغذائيه كلها واقعه. انت عايزين ياخدوا حلويات كتير. تنصحينا بايه وننظم يومهم حتى ازاي غذائيا ياخدوا العناصر الغذائيه كلها؟ ما هو حتة الحر دي ما بتخليش الأطفال ياكل كويس، ولو كان عشان بيسهر كمان بالليل عايز ياخد على طول حلويات، والأطفال بتفرق كتير والنمو بتاعهم فعايز طاقة، فبيلجأ للحلويات والحاجات المسكرة والنشويات. مشكلة تانية بقى مع الأمهات نفسهم، عايزين العيال تاكل زي ما هما بياكلوا. مفيش طفل هيعمل كده، وفي الحر بتاعنا دوت ندي للأطفال وجبات متوازنة بس اللي هما بيحبوها، نشوف هما هياكلوا ايه ونديهولهم. يعني نقسم الطبق ازاي؟ الطبق بيتقسم نص خضار وفاكهة، وربع نشويات، وربع بروتين. البروتين بقى دايما اللي بيبقى فيه مشكله مع الامهات، عايزه تدي فراخ ولحمه، فراخ ولحمه. والله لو حولنا الفراخ لبانيه مش هتقول لا، وفاهيتا والحاجات دي لذيذه والاطفال بيحبوها. ممكن نعملها كريب، وممكن ياكلوها سندوتشات، مش لازم طبق الرز وطبق المكرونه ويتحط عليهم الفراخ وقصه كده. ممكن تتعمل سندوتشات والله الاطفال ياكلوها بسرعه، ياخدوها في النوادي، ياخدوها وهم نازلين مع اصحابهم. الاطفال بتحب تاكل على السريع. في الصيف ومع الهوجة واللخبطة بتاعت اليوم مفيش طفل هتلاقيه قاعد وكل. في رياضات معينه تنصحينا بيها؟ في رياضه معينه او مشروب معين ممكن نقدر نديه لاطفالنا في الصيف ينشط منه؟ العصاير حلوة بس نخلي بالنا من السكر، ويا ريت العصاير تبقى فريش معمولة في البيت. والمية طبعا. رياضات لا، مفيش رياضة معينة ممكن الطفل يلعبها. اللي بيحبه يلعبه، بيحب يلعب سباحة نزليه سباحة، بيحب يلعب كونغ فو نزليه كونغ فو. بس لو هيلعب، الناس اللي بتلعب بانتظام بيبقى في حاجة اسمها تغذية رياضيين. دي تغذية مخصوصة للرياضي، بتبقى على حسب اللعبة وعلى حسب الوقت اللي بيلعبه والمستوى اللي هو فيه ومتطلبات الكابتن عايزه قد يعني الوزن بتاعه قد ايه، وخاصة في رياضات معينة اللي معتمدة على الأوزان زي السباحة والكاراتيه والحاجات اللي هي أوزان ووزن الريشة والكلام ده كله، بيبقى في متطلبات معينة للكابتن عايزها، فدي احنا بنحط على أساس يعني التغذية السيئة للرياضيين ممكن يفقد عضلات فيه. هيفقد عضلات، هيتعب في التمرين. يعني واحدة من المشاكل اللي بنقابلها مع تغذية الرياضيين، الأم بتيجي بتشتكي أصلا ابنه ما بيكملش التمرينة للآخر. الكابتن ما بينزلوش ماتش عشان بيبقى تعبان ومجهد، عبال ما بيخلص التمرين ممكن يحصل له شد عضلي على طول التمرين عمال بينهج ومش الطبيعي، فالكابتن استبعده من فورمة الفريق، وخاصة الناس اللي بتلعب في أندية. دي حاجات كتيرة تأثيرها أصلا بسبب التغذية. الولد ما يعني مش معد كويس، فبالتالي هو مش بيقدر يستحمل التمرين للآخر. فالأطفال ليهم تغذيتهم المخصوصة على حسب طولهم وعلى حسب وزنهم. لو هو طفل وزنه زيادة شوية
مش بنمشيه على دايت بمفهوم الدايت بتاع الكبار، بس بننظم له اكله وبننظم له سعراته وبننظم له نشاطه عشان يدينا نتيجه كويسه.